المنتخب ده يقدر يجيب ميداليه لمصر او يروح لمراحل بعيده في الاولمبياد؟ ما اقدرش اقول انت لعيب اولمبي، انت لعبت اولمبياد. يعني ما اقدرش اقول لحضرتك كده دلوقتي، غير لما نشوف المسؤولين في الانديه وفي اتحاد الكوره بيفكروا للعيبه دي ازاي الفتره اللي جايه. هل اللعيبه دي هيكون ليها دور مع الانديه، نشوفهم بقى بشكل افضل واكتر، وتبدا المدربين تاخد فيهم ثقه من خلال وجودهم في بطوله افريقيا، ان خلاص اصبح لعيب دولي بيلعب تحت ضغط جماهيري، بيلعب تحت ضغط ان هو عايز يحقق بطوله او يحقق تارجت معين بالوصول للاولمبياد، وتبدا المدربين تدخلهم في الانديه. ساعتها تبدا تقول لعيب عندها خبرات، عندها شخصيه، لعيب بيمسك كوره مش خايف. لان شفنا مع كابتن شوقي غريب، رغم ان كان جيل قوي جدا، مجموعه ظلمتنا شويه ان كان عندنا اسبانيا والارجنتين في مجموعه واحده وصعدنا، لكن كان في بعض اللعيبه لما راحت الاولمبياد في الليفل العالي المستوى ما كانش افضل حاجه، او الشخصيه ما قدرتش ان هي تتحمل كم الضغوطات في المقارنات ما بين المستوى العالي والمستوى المتوسط. فهي دي الفوارق بس.